كده هنخلص كل الكمية ونرجع تاني ان شاء الله. كده احنا خلصنا الكمية كلها بتاعة المشمش، وهندخل بقى نوزنها عشان نقدر نعاير السكر قد ايه. كده انا وزنته اهو، طلع 2 كيلو و100 جرام، طلع 2 كيلو و150 جرام. انا بحط للكيلو الفاكهة بحط له 700 جرام، فهو كده هياخد 1400 جرام من السكر، يعني كيلو 400 جرام. انا هزودهم يبقى كيلو و500 جرام عشان ايه 150 جرام دول، واللي عايز يحبها مسكرة شوية كمان ممكن يزود، بس هو ده بيبقى طعمها مظبوط وكده كويسة. انا كده فضيتها في حلة ألمونيوم، وحطيت عليها كوبايتين مية، وهسيبها لما تغلي وشوية كده لما تستوي في بعضها، وبعدين هاخدها اصفيها واضربها في الخلاط. اهي بدأت تنزل ميتها اهو، هنقلبها كويس عشان اللي تحت يطلع فوق ويبقى كله سوا واحد. بعد كده هنغطيها تاني زي تقل كده، ونسيبها خالص لحد ما تستوي، وبعدين نروح شايلينها تهدى، نصفيها وتهدى، وبعدين هنضربها في الخلاط. انا كده حطيتها تتصفى اهي، والميه بتاعتها اهي. هسيبها بقى تبرد، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه تاني. هناخد حبة من المشمش على معلقة ولا على كبشة من المية، كل حبة مشمش نحط عليهم كبشة من المية، وبعدين نرفعهم على الخلاط كده. يبقى بالشكل ده هيبقى بالشكل ده، وبعدين نصفيه في الحلة، وبعد كده نروح رافعينه على النار كده اهو. كده بعد ما صفيناه بقى بالمنظر ده، واستخدمنا المية اللي هي احنا سلقنا فيها عشان ننزلها من المصفى، ودي بواقي القشر بتاع المشمش عشان تبقى وريه ناعمة، بتتعمل بالشكل ده. احنا كده ضفنا جزء من السكر بعد ما هي بدأت تغلي، احنا ضايفين جزء من الكيلو سكر، هنضيف نص الكيلو التاني، وبرضو اللي حاببها تبقى اكتر من كده ممكن يضيف اللي هو عايزه. انا عامله كيلو ونص سكر، وضفت معلقه كلوكوز، عسل كلوكوز، وهضيف ذره ملح ليمون صغيره خالص من طراطيف ايديكي، وحبيتين قرنفل لفهم في شاشه كده، واحطهم مع بعض واسيبهم بقى مع بعض لحد ما تبدا تدخل في بعضها، وكل ما يطلع ريم اشيله من على الوش عشان الجولين ده بيسبب عفن. كل ما يطلع ريم اروح شايلاه، تقوم تدنها معايا فتره طويله جدا، ممكن تقعد من السنه للسنه، بس لازم الريم ده يتشيل كل ما يطلع يبقى اشيله، والنار تكون هاديه جدا، تاخد بقى على قد ما تاخد لحد ما تدخل تاخد السمك المطلوب. احنا كده عملنا ادي كده المربى اهي دخلت في السوا، ودي الريم، وانا شلت الريم. ادي الريم اللي انا شلته ده، الريم بشيله من على الوش، ولازم يتشال الريم ده. كده بدأت تدخل في العلان، ولسه في ريم تاني هيتشال. وكده البرطمانات اهي بعد ما طهرناها ونضفناها وعقمناها في الفرن، ودي المربى اهي بعد ما خلصت. هنعبيها بقى دلوقتي ونسيبها تهدى خالص، وبعدين كده ندخلها التلاجة، نقفلها كويس وندخلها التلاجة. وكده هي البرطمانات بتاعتنا بعد ما عبيناها عملت ده كله. كان الكمية كلها كانت 2 كيلو ونص،
عملنا منهم البرطمانات دي كلها، ال4 برطمانات دول وشويه دول، وكده يبقى خلصناها، وان شاء الله تعملوها وتبقى احسن من كده باذن الله.